تعرف يا ابو عمو، إيه يا النهارده معايا مقابله ضرب نار. لا اله الا الله. اسكت. مقابلة ايه بس يا ولد عمي؟ هقابل. فهمني انت. ماشي، هتقابل يعني هتقابل موزة يعني. هقابل واحد صاحبي يا ابو عمو. والله ما اعرفش، والله كل حاجة في الزمن ده دلوقتي الله اعلم بقى، عاد ده زمن بقى اخبار. اسكت. المهم يا ابو عمو، انا عايز بس يعني ايه اخد رايك في موضوع كده بما انك رايح تقابل. قول يا ابو عمو. ما سمعتش الموضوع المنتشر اليومين دول، موضوع الدكتورة وسام والترند اللي حاصل الايام دي؟ هري على الفاضي كبر مخك. لا هذه ايه؟ هذه الله يصلح حالك. ربنا سبحانه وتعالى قال لك فإذا بليتم فاستتروا. الدكتورة دي يا أبو عمو، البنات راحت لي كانت مبلية وراحت فضحاهم. يرضيك الكلام دي؟ يرضينا عشان هم مفضوحين. يا راجل عيب عليك الكلام دي، الكلام ده ترضاه لأختك، ترضاه لقرايبك. اني اخت متربيه كويس قوي. لا إله إلا الله. يا سيدي أنا بقول لك فإذا بليتم فاستتروا، دي فضحت الدنيا كلها بيهم. يستاهل. يستاهل يا ابو عمو. مش هم اللي راحوا لي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. راحوا لمين يا أبوي؟ هي انت دلوقتي انت راجل حلفت قسم على الموضوع دي ان انت تحفظ سر الناس وان انت تخاف على اعراض الناس. ما تجيش انت تطلع على السوشيال ميديا وتبهدل الدنيا يا ابو عمو، ما تفهم بقى. والله انا معاها، اني ده انا سمعت الحكاوي وعجبتني الحكاوي كلها اللي يا حكيتها. راجل عيب عليك يا راجل الكلام دي، يا راجل ده بالي. يعني لا زي ما خسرت هي واتفضحت وفضحت ناسها معاها، هي كان من باب اولى المفروض تستر. الستر حلو يا ابو عمو. طب ما يا عم يا ولد عم البنات اللي راحوا لها ده هم مفضوحين بره بالتاكيد يعني. لا. يعني هي اللي فضحت يا الدنيا. عم مفضوحين ما مفضوحينش، هي ملهاش دعوه بالمشوار دي. هي شغلانتها طبيبي، تعالج وتدي العلاج وتصرف الروشتي وتقول لها ان علاج الموضوع ده كذا وعلاج القصه دي كذا. ما- مش شغلانتها هي انها تطلع تفضح الناس يا ابو عمو. والله انا معاها في الموضوع ده، احسن اني عملت كده. يا ابو عمو لا معاك لا معاها ولا معاي، اللي هيحدد الكلام الصح لنا ولا انت. الناس بالله عليكم، الدكتورة وسام لو انتم مؤيدين للي عملته شاركونا بالتعليقات، ولو انتم معارضين للكلام دي برضه شاركونا بالتعليقات. هتشوفوا رأيي ولا رأي ابو عمو، المؤيد ولا المعارض للي عملته الدكتورة وسام. السلام عليكم.